وكأنه توطئة تهيئ لتتويج كريستيانو رونالدو بهذه الكرة؟ لا ما أعتقد، لأن كريستيانو رونالدو تقريبا الكل أجمع عليه، حتى اللي المحبين ميسي أجمعوا أن رونالدو يستحقها، عطفا على النتائج اللي حققها مع النادي ومع المنتخب، وعلى أدائه المميز حقيقة وعطائه ومثابرته واسمه الكبير. طيب سنذهب الآن مباشرة لنتابع ما يحدث الآن أمامنا. كريستيانو رونالدو يتوج بالكرة الذهبية، نتابع إلى باريس. السعادة كبيرة جدا، كما لو كانت المرة الأولى التي أفوز بها بهذه الكرة، أنه حلم يتحقق من جديد. وأنا لم أظن في بالي بأنني سأفوز 4 مرات بهذه الجائزة الكبيرة. أنا سعيد فخور، ولدي فرصة كذلك لكي أشكر كل زملائي في المنتخب وفي ريال مدريد، كذلك كل الناس الذين ساندوني، كل اللاعبين الذين مكنوني من الفوز بهذا اللقب الفردي، هذه الجائزة الفردية. لذلك يمكن أن تتخيلوا بأنني فخور وسعيد جدا بتلقي هذا التتويج لعملي في كرة القدم، لذلك سعيد جدا. كريستيانو، الآن ماذا سيكون الأصعب حسب رأيك، أن تبحث عن كرة ذهبية 5 أم أن تفوز بلقب جديد مع منتخب البرتغال؟ صعب جدا في الحقيقة. أعتقد أن كلاهما مهم جدا بالنسبة لي، وهما مهمتان صعبتان للغاية. سوف أقدم أفضل ما لدي كما أفعل في كل سنة. في كل سنة بالنسبة لي يكون هناك تحدي جديد، وأنا أحب لعب كرة القدم للغاية. سوف أقدم أفضل ما لدي لكي أفوز مع ريال مدريد، أولا لأنه نادي، ولمنتخب بلادي كذلك، لنحاول أن نفوز من جديد لو كان ذلك ممكن، ولكن الأمر سيكون صعبا للغاية، وأن نحاول أن نفوز في السنة القادمة أيضا. لذلك سأقدم أفضل ما لدي، أبذل كل مجهوداتي وأعمل جاهدا كما هي عادتي، وسأتمتع بهذه اللحظة أولا بالتأكيد، لأنه ليس من السهل أن تفوز بالكرة الذهبية، وأنا سعيد جدا بهذه اللحظة. سوف نستغل هذه اللحظة كريستيانو، سوف نأخذ بعض الخطوات هنا لكي نبقي هذه الصورة في التاريخ. سوف نتقدم هنا للقيام بالصور هنا بالتأكيد مع فرانس فوتبول. نحن في مكان مليء بالتاريخ كريستيانو، وليس كذلك؟ كذلك هو مكان مليء بتاريخك أنت، إنها لحظتك أنت، وهل ترغب في أن تشارك ذلك مع شخص ما؟ فإنه قد يكون شخصا من عائلتك هنا، ليس كذلك؟ تريد أن تشاطر هذه اللحظة الخاصة بك مع والدتك وابنك، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، نحن سعداء وسوف نتذكر هذه اللحظة. شكرا جزيلا لكم. تفضلوا، هذه لحظتك كريستيانو. Queda bien así. Perfecto. Enhorabuena. Cristiano, felicidades por el Balón de Oro. تهانينا على الكرة الذهبية. إذن هي الكرة الرابعة بالنسبة لك. ما هو الفرق بين الكرة الذهبية الأولى في 2008 وهذه الكرة؟ حسنا، دائما المرة الأولى لديها وقع خاص وإحساس خاص، ولكن ذلك لا يعني أن الإحساس لا يكون نفسه. بطبيعة الحال المرة الأولى تبقى دائما المرة الأولى، وتحس بفرحة عارمة. إنه تحقيق لحلم أردت أن أحققه، وذلك ما حصل معي. كان تعاطف كبيرة وإحساس جياش بالنسبة لعائلتي. كنت أبلغ 23 سنة و24 من العمر،
وكانت لحظة خاصة جدا في حياتي، وما أحسه اليوم هو مشابه لما أحسسته سنة 2008. هو ثمرة اجتهادي وشغلي، أحاول أن أضحي وأعمل حتى أكون في أحسن حالاتي، وعندما تفوز مثل هذه الألقاب فهو أمر مهم جدا. وأنا بطبيعة الحال دائما أعطي الأولوية للفريق حتى يفوز، سواء كان ريال مدريد أو المنتخب الوطني، وبدونهما ما كنت أفوز بالكرة الذهبية. لذلك أنا سعيد بهذه الكرة. إذن هذه الكرة جائزة 2016 هي لكأس أوروبا للبرتغال. فعلا مثل ما قلت كانت سنة من أفضل ما عرفته في مسيرتي الرياضية على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي، أن تحرز لقبا لأول مرة في التاريخ بالنسبة للبرتغال. كان ينقصني هذا اللقب، وكان من أفضل لحظات حياتي، ولن أنسى كذلك دوري الأبطال والكأس ذات الأذنين عندما فزنا بها، وكذلك أفضل لاعب في أوروبا. هذين اللقبين بالنسبة لي جعل من هذا العام من أفضل سنوات حياتي. إذا مع ريال مدريد تبحثون، توصلتم إلى الكأس 11. ما هو طموحكم؟ يمكن مقارنة ذلك بين ريال مدريد وبرتغال. ريال مدريد متعود على الفوز بدوري الأبطال، لديه 11 لقبا، ولكن البرتغال لم يفوز أبدا بلقب بهذه الأهمية. لذلك أقيم وأثمن أكثر بدون الاستنقاص من قيمة لقب دوري الأبطال. ولكن بالنسبة لي لقب البرتغال كان لي خطوة إلى الأمام من أجل وطني، من أجل البرتغال الذي يفوز من أول مرة، وبالطبع مثل ما تفوزوا للرابع مرة بالكرة الذهبية على المستوى العمومي. إذن هو عام لا يمكن أن أنساه. هذه الكرة الذهبية ربما التي تعطيك فرحة أكبر. حسنا، بالنسبة لي كل لحظة أتلقى فيها جائزة يعتبر لحظة خاصة جدا. كيف أقول ذلك؟ أقول كريستيانو، اجتهدت وكفأت على جهدك وقمت بعملك كما يجب. وبالنسبة لي يكون الأمر صعبا أن تعبر عما يخرجك من أحاسيس، وأحس بفرحة عارمة في داخلي لأنني اجتهدت كثيرا حتى أصل إلى هذا المستوى. لذلك أحس بسعادة كبيرة، ولعائلتي، لزملائي، لكل من يعمل معي ويهتم بي ويساعدني حتى أطور نفسي من موسم إلى آخر. والأمر ليس سهلا مثل ما تعلم في كرة القدم. إذا هم يعدون على أصابع الأيدي، وأنا دائما أحاول أطور نفسي من سنة إلى أخرى، وذلك يملأني فخرا وشرفا. إذا 3 كرات ذهبية فزت بها بفضل قميص ريال مدريد، ولكن هنا أول مرة تتلقى هذه الكرة هنا على 5 أمتار من البرنابيو، وهو أمر خاص جدا، أليس كذلك؟ تتلقى هذه الجائزة هنا في بيتك في مدريد. بالطبع دائما هو أمر خاص، ليس فقط لتلقي ذلك في داري، في نادي القلب الذي طبع تاريخ مسيرتي، ولكن نفس الشيء لما كنت في مانشستر، هو إحساس بنفس القوة رغم أن الإطار مختلف. إذا أجد نفسي هنا مع 11 كأس لدوري الأبطال، فهو مكان رائع. هذا أثقل من ال3 السابقين.
إذا بالنسبة لي هذه لحظة استثنائية، أنا فخور سعيد جدا. شكرا لكل من صوت لي، شكرا لزملائي كذلك في منتخب البرتغال وهذا اللقب لريال مدريد. شكرا. إذا كريستيانو رونالدو يتوج